ما يكونش حامي. وهنا محتاجين قطعتين من البسطرمة، انا قطعتهم مكعبات صغيرة وبعدين ابتدي اوزعهم كويس على الجلاش. انا هنا عندي زيتون مخلل، واحنا ممكن نستخدم اي نوع من المخلل، اي نوع نقطعه قطع صغيرة ونبتدي ان احنا نحطه على الحشوة. وهنا عندي بواقي الجبن الموجودة عندي، هنبتدي ان احنا نبشرها او نقطعها ونبتدي نحطها على الحشوة، اي نوع من الجبن موجود. كده خلاص كملنا الحشوة، نبتدي نقفل عليها. اللي بيها اهم حاجة ان الحشوة ما تكونش خارجة خالص من طبقات الجلاش. نرجع ندهن المادة الدهنية بين